ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهل. بليله يعني شتا، وشتا يعني بليله، طبعا ما يخلاش الشتا من البليله. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. اول حاجه هنا انا معايا نص كيلو من البليله او قمح البليله. انا نقعته حوالي ساعتين وبعد كده حطيته على النار زي ما انتم شايفين، وحطيت له نص كوبايه صغيره من الرز. يبقى انا نقعته ساعتين وبعد كده حطيت له نص كوبايه من الرز وحطيتهم على النار زي ما انتم شايفين. معلش فصلت عشان الاذان وبعد كده رجعنا. خلاص كده بعد اول ما غليت ببتدي اشيل بقى، لو طلعت ريم زي ما انتم شايفينه كده بشيله خالص عشان انا عايزه الميه بتاعتها تبقى صافيه وجميله. بعد بقى بسيبها كده حوالي نص ساعة على نار عالية، وبعد كده بهدي عليها النار خالص. ولو نقصت مية بزودها مية من الكتل المغلية. هنا بقى بعد ما عدى عليها حوالي ساعتين كده على نار هادية خالص، بالليل بقى كده في السهرة رحت قايمة بقى قلت اعمل كوبايتين بليلة انا وماما. جبت بقى كده حلة تانية على النار، بصوا بقى قوام البليلة عامل ازاي، تحفة واستوت جدا جدا. ويعني طعمها خطير. خلاص كده جبت بقى كده حبة من البليلة وباخد كمان من المية بتاعتها، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. ممكن كمان في ناس ما بتحبهاش باللبن، ممكن تحط عليها سكر وتشربها بالطريقة دي، بس احنا بنحبها باللبن. هبتدي بقى ان انا احط حبه كده على النار، طبعا مهديه النار عليها. وهجيب اللبن بتاعي، اي لبن بقى متوفر عندك، لبن بلدي، لبن معلب، اي حاجه. انا بجيب اكياس اللبن دي بحطها عندي احتياطي في التربو بتاع المطبخ. لو انا ما عنديش لبن، لان انا بحب اللبن اصلا البلدي اللي هو بيتباع عند اللبان. فانا ده بجيبهم احتياطي، اللبن خلص عندي في اي وقت ومحتاجه لبن بطلع كيس من ده بستخدمه. حطيت هنا بقى حوالي كوبايه كبيره من اللبن على البليله، وخدت كده ربع كوبايه لبن حطيت عليها معلقه صغيره مليانه من النشا. طب هتعملي ايه بالنشا دي هتشوفوا دلوقتي. هنا بقى على اللبن هبتدي احط على البليله هبتدي احط بقى السكر. بتظبطي السكر طبعا حسب رغبتك، بتحبيه كتير بتحبيه قليل، على حسب ما انت عايزه. وحطيت يعني ربع معلقه كده صغيره من الفانيليا، بتديها طعم تحفه. هبتدي بقى ان انا ادوب السكر كويس جدا في البليله وادوبهم كده على النار واسخنها كويس قوي. وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. لو وصلت لغايه هنا بقى انزلي كده بسرعه حطي لي لايك حلو زيك، وكمان كومنت يشجعني. ولو انت جديده في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا ظبطت السكر زي ما انا عايزه، وبعد كده هنا بقى ربع كوبايه اللبن اللي عليها معلقه صغيره مليانه من النشا، حطيتهم بالطريقه دي. وهبتدي بقى اقلبهم كده لغايه ما تبتدي تغلي معايا البليله، هطفي عليها على طول عشان ما يبقاش طعم النشا باين معايا. طب فايده النشا اللي انت حطيتيها ايه؟ لما بنشرب البليله بره في المحلات بتحس ان هي ليها قوام كده، يعني مش سايله لبن خالص كده، لا، تحسيها ليها قوام كده معاكي، بتبقى ماسكه على المعلقه، وهتشوفوها دلوقتي واحنا بنحطها في الكوبايات. هنا بقى جبت الكوبايات بتاعتي او المجات اللي انا هحطها، وابتدي بقى ان انا احط، بصوا في الكبشه البليله باينه او ليها سمك كده بسيط، انا عايزاها كده. ما تقليش النشا قوي، يعني هي معلقه صغيره من النشا على الكوبايتين دول عملت التست اللي انا عايزاه، او ادتني النتيجه اللي انا عايزاها. بصوا يعني تحس ان هي فيها سمك بسيط كده، ده اللي انا عايزاه، زي ما بنشتريها بره في المحلات او بنشربها بره في اي كافيهات. خلاص كده. بصوا بقى حطيتها كده وقدمتها. بصوا بقى بتدفي ومغذيه جدا جدا للاطفال، مغذيه جدا لاولادك لو بيذاكروا بالليل وسهرانين، تعملي لهم كده كوبايه بليله يتشجعوا كده في قعدتهم في المذاكره. يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وتقولوا لي في الكومنتات عايزين ايه وانا اعمله لكم ان شاء الله في الفتره اللي جايه. ولو انت جديده في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه. بس سمكها بقى ده السمك اللي انا عايزاه، تحفه وطعمها خطير، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، ومش بتاخد اي وقت ولا اي حاجه. يا رب الفيديو تعجبكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات.